التاكو من الأكلات الجميلة السهلة اللي الولاد بيحبوها والكبار بيحبوها. بسيطة، مش محتاجين غير عيش تورتيا عملناه مع بعض قبل كده ولحمة مفرومة. يلا نشوف هنعمله ازاي بمنتهى البساطة ويطلع معانا ناجح قوي وبالشكل الجميل ده بعد ما يتعمل الساندوتش بتاعه. شايفين الحلاوه؟ حاطين عليه صوص بيك تيستي، طرنشات طماطم، حطي بقى كابوتشي، حطي فلفل الوان، حاجه كده تحفه. يلا نشوف هنعمل مع بعض الوصفه ازاي. يلا بينا تاكو. النهارده التاكو اكله سهله، اكله الوقت السريع بتاعت زنقات اليوم اللي مش عارفين نعمل فيه اكل ايه. ويا سلام بقى عليه في اكله منتصف الليل، حاجه كده تحفه. الاكله دي بره غاليه قوي، وهي في البيت حرفيا مش محتاجه غير رغيف تورتيه، ويفضل يكون الحجم الصغير، ولحمه مفرومه. بس كده، بس كده، مش محتاجين اكتر من كده. عايزه تحطي صوصات، عايزه تحطي حاجه بعد التسويه، دي بقى حاجه راجعه لذوقك. لكن النهارده اكلتنا تورتيه ولحمه مفرومه، ما عليهاش اي اضافات، ولا بصل ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. وهنشوف دلوقتي هيكون شكله وطعمه وتستو عامل ازاي. هنجيب العيش التورتيه كده وناخد كوره من اللحمه. احنا عايزين كرة اللحمة دي ما تكونش سميكة، يعني عايزين لما نفرد اللحمة على التورتيا تكون طبقة رقيقة، علشان يا دوبك احنا هنديها صدمة على الجريل او على الطاسة التيفال. وابدأ ابططها على عيش التورتيا زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل جدا. اي زيادات في الاخر كده تطلع لك من حروف التورتيا شيليها. احنا عايزين يا دوبك توصل لحز العيش اهو. شايفين اللي بيزيد مني بحطه في الطبق. سهل قوي قوي وبسيط قوي، وبجد انا بستغرب ليه بيتباع بره غالي. عملنا مع بعض قبل كده عيش التورتيا، تقدري بقى تعمليه وتجهزيه من قبلها مثلا، وتيجي وقت التسوية او وقت ما تعوزي تعملي يبقى عندك في الفريزر تطلعي وتشتغلي على طول. هو ده اللي مطلوب ان احنا نعمله. هكمل الكميه كلها ونرجع نشوف هنسوي مع بعض التاكو ازاي. جهزنا طاسه تيفال على النار، هنديها مسحه كويسه من الزيت علشان خاطر احنا عايزين اللحمه تتكرمل وتقرمش والعيش من الناحيه التانيه يتحمص. كل اللي هنعمله ان احنا هندي مسحه من الزيت كده. التاكو اهو كله خلص. هنعمل ايه بقى قبل ما نحطه على النار؟ كل واحدة هنيجي نحطها كده هنديها رشة من الفلفل الأسود ورشة خفيفة من الملح. الطاسة سخنت، نقوم نازلين بالعيش كده. هننزل بالناحية اللي عليها اللحمة علشان أنا عايزة اللحمة تستوي الأول. شايفين المنظر تحفة ازاي؟ اللحمة اتحمصت واتكرملت وبقى شكلها فظيع. الريحة خطيرة يا جماعة. انا قلبته الناحيه التانية عشان العيش ياخد تحميصه من ورا كده وياخد لون حلو، بس ما نقرمشوش قوي. احنا عايزين العيش طري برده بس ياخد لون حلو كده ويبقى كريسبي سيكا. هنسيب العيش ياخد تحميصه خفيفه ونخلص الكميه كلها ونشوف بقى احلى تاكو ساعه الاكل هيكون شكله ايه. المنظر بالفظاعه والجمال والحلاوه دي. العيش من ورا زي ما انتم شايفين متحمر، اللحمه كرملت وقرمشت، حاجه تحفه. اي صوص بقى عندك، انا النهارده هستخدم صوص البيك تيستي، بصراحه بيخلي طعمه فظيع. هاخد كده على واحده التورتيا، املي بقى الساندوتش كده وعززي طعمه، حاجه خطيره كده. حطي بقى كابوتشي، حطي طماطم، حطي اي حاجه. انا النهارده مثلا عندي ترونشات طماطم كده، واقفل الساندوتش كده. ايه العظمه دي؟ يعني يستاهل التجربه. جربوها يعجبكم جدا جدا. الطعم في حته تانية، خطير خطير. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ حاجه سهله جدا. يلا نعمل تاكو كل يوم كل ساعه، حاجه سهله وبسيطه. عيش تورتيا ولحمه مفرومه ما عليهاش اي حاجه. اتمنى تكون الوصفه سهله عليكم وتجربوها. لو الفيديو عجبكم اعمل شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح.